السلام عليكم. ازاي تخطيط ممكن يغير حياتك 180 درجة لو خططت بشكل فعال وهادف وبطريقة تخليك تعيش يومك كله انجازات صغيرة وتساعدك انك توصل لهدفك الكبير والاساسي. بنسبة كبيرة جدا حياتك هتتغير بشكل جذري وهتلاحظ بنفسك ثمرة التغيرات دي. في الفيديو ده هكلمك عن 6 خطوات هتساعدك تخطط بطريقة بسيطة ليومك. اول حاجة، خطط من الليل، وده هيساعدك تكون متحفز لبكرة وعارف انك هتعمل ايه، وبالتالي فرصتك في التسويف اكيد هتقل. وخلي وقت التخطيط في الوقت اللي انت فايق فيه مش مرهق فيه، لانك هتكون متأسف ومش هتخطط صح. تالت حاجة، اعمل قائمة وحط فيها كل المهام اللي عليك. ابدأ بالخطوة دي لانها خطوة مهمة جدا في التخطيط. رابع حاجة، حدد اولوياتك بدقة. حط اهم حاجتين في البداية، الحاجتين دول لو انجزتهم فقط هيبقوا بكل المهام اللي باقية. خامس حاجة، نظم طاقتك مش نظم وقتك. وعلى فكرة عشان في فرق كبير جدا بين المصطلحين، وده من خلال انك تشوف امتى بتكون مليان طاقة ونشاط وتخليه الوقت اللي هتخلص فيه مذاكرة أو شغلك أو أيا كانت المهام. جرب حاجات كتير جدا لحد ما تلاقي النظام الأمثل، وحتى بعد ما تلاقي النظام الأمثل تصالح مع فكرة إن اليوم مش هيمشي زي ما أنت مخطط له. أكيد هيكون في عقبات، أكيد هيكون في مشاكل، أكيد هيكون في حاجات أنت مش هتعملها أو ما كنتش عامل حسابها. تصالح مع الفكرة دي، وحتى لو اليوم كله باظ خطط لليوم اللي بعده على طول بدون توقف وبدون تراجع. لو وصلت لغاية هنا ما تنساش تصلي على النبي، ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.